اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وصفه سهله جدا وبجد سريعه وتحفه جدا. النهارده هنعمل الدوميه او الملبن الاحمر بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه، وهيطلع معاكي تحفه جدا. ادي شوفوا يعني شوفوا بقى، شوفوا الملبن عامل ازاي. بجد تحفة جدا. هتعمليه ان شاء الله بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة، وبجد هيطلع معاكي تحفة واحسن من اللي بتشتريه من بره. والله العظيم شكله ولا اروع، شكله جميل جدا وطعمه تحفة جدا. وطبعا دي حاجة انت عاملاها في البيت وضمناها، يعني حاجة مضمونة في 100%. حاجة مضمونة وهتطلع معاكي تحفة جدا. تعالوا نشوفوا بقى ان شاء الله هنعمله ازاي. هنعمله ان شاء الله بطريقة سهلة جدا، بطريقة بسيطة جدا. شوفوا الشكل يا جماعة، والله العظيم تحفة. وشوفوا النقطة بتاعته، حاجة كده اللهم بارك قمر، يعني حاجة كده اللهم بارك جميلة جدا. شوفوا اللهم بارك. شوفوا وصفته الوصفة دي سهلة جدا وسريعة جدا، وهتطلع معاكي تحفة جدا جدا جدا. يعني احلى وصفة ممكن تعمليها، يعني طريقة سهلة جدا للدومية او الملبن الاحمر. فيلا تعالوا نشوفوا بقى ايه هنعمله ازاي. طبعا جبت كده وكده على النار. عاوزة تجيبي حلة اي حاجة. انا حطيت كده وكده على النار، حطيت فيها كوباية ونص من السكر، وهحط عليهم كوبايتين من المية. المقادير كوباية ونص من السكر، حطيت عليهم كوبايتين من المية وكوباية كبيرة من النشا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ادوب الكلام ده كليته. انا لسه ما فتحتش النار، يعني لسه ما ولعتش النار كده، يا دوبك ولعت النار بعد ما دوبت النشا مع السكر مع المية زي ما انتوا شايفين كده. واقلب بقى كده. طبعا انا حطيت عليه معلقه كبيره من العسل الكلوكوز، بس ما جاتش، يعني كنت بحسب بصور وهي ايه ما جاتش في التصوير. احط معلقه كبيره من العسل الكلوكوز، ولازم هقلب كويس جدا علشان النشا بتاعتي ما تكلكعش مني وتبوظ. لازم اقلب كويس جدا اهو يا حبايب قلبي. طبعا انا مهديه النار علشان يستوي ايه براحته. زي ما انتوا شايفين كده هو هيبدأ معاكي يتقل كده، زي ما انتوا شايفين موطيه النار. لازم توطي النار وسيبيه يتقل براحته وما تعليش النار عليه. وزي ما انتوا شايفين كده طبعا بفضل اقلب كويس جدا ومهديه طبعا النار، واسيبه لمده نص ساعه. افضل كده اقلب فيه وهيطلع معاكي تحفه. طبعا انتي لو عندك لون احمر هتحطي لون احمر. طبعا انا مش متوفر عندي اللون الاحمر، فهحط جيلي دريم. اجيب كده باكت من الجل، واجيب كده نص كوبايه من الميه من الحنفيه، ميه فتر اي حاجه، ومعلقه كبيره من الجيلاتين. واقلب طبعا الكلام ده كله واركنه لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني. اقلب كده زي ما انتوا شايفين كده. بفضل اقلب، لازم اقلب كويس جدا عشان هو كده لسه برضو ني. لازم اقلب كويس جدا. هفضل اقلب 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 لحد ما اوريكم القوام بتاعه يكون عامل ازاي. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، شوفوا بينزل بالعافية. يلا نفضل نقلب علشان يطلع معاكي احلى ملبن ممكن تاكليه. يلا بعدين شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، لقيته اتلم كده حته واحده، يعني اتلم كده كتله واحده. بعدين احط الجل، واحط معلقه الجيلاتين زي ما انتوا شايفين كده. اقلب بقى كده. طبعا ما تخافيش، هو هيفك معاكي وهيبقى معاكي تحفه. اقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين كده. افضل اقلب، وطبعا ده كله انا مهديه النار. قلبي بقى كده هيطلع معاكي تحفه. طبعا اجيب ميه مورد، احط كده معلقه، وجايبه كده يعني ربع المعلقه صغيره صغيره خالص من الكربوناتو، قصدي البيكنج صودا. نص معلقه صغيره من البيكنج صودا،
وعليها كده ايه معلقتين من الميه ادوبهم، وبعدين احطهم على الايه بعدين بقى ايه افضل استمر في التقليب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. اقلب جدا، ما تخافوش هيطلع معاكي تحفه، ده كله هيدوب معاكم مع الايه مع التقليب المستمر، وطبعا على نار هاديه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بفضل اعمل فيه كده، بينزل بصعوبه جدا، يعني بحط كده زي ما انتوا شايفين اهو، بينزل بصعوبه جدا. طبعا هي دي النتيجه المظبوطه. طبعا اجيب بقى ايه نص كوبايه كده من الفول السوداني، وافضل ايه اقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين كده. اقلب كده المكونات كلها على بعض، وهيطلع معاكي تحفه جدا زي ما انت شايفه كده. طبعا كده دي النتيجه النهائيه. طبعا انا جبت كده اي حاجه عندك تكون طويله كده، بروح دهنها كده ايه شويه من الزيت، رشه بسيطه بس كده من الايه من الزيت، ادهنها كده، واجيب ورق زبده. طبعا بدهن ورق الزبده ايه بشويه كده من الزيت، علشان لما اجي اقلبها وكده واجي اقطعها تطلع معاكي تحفه جدا وبكل سهوله، ما تلزقش منك زي ما انت شايفه كده اهو. طبعا كل المكونات اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا دهنه المعلقه كده ايه بزيت اهو. افضل افرد بقى كده. طبعا انت عاوزاها تخينه رفيعه كده، السمك بتاعي يكون تخين او رفيع، ده طبعا حسب ما انت بقى ايه ما بتحبيها، وحسب ما انت بقى ايه ما عاوزه. افضل كده اعمل كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ادهن بقى الايه المعلقه زيت، واروح ايه فرده كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللي انت عاوزاه اروح بقى ايه فرده كده اهو، وان شاء الله هيطلع معاكي تحفه وريحته وطعمه جميل جدا. طبعا زي ما انا ما قلت لك، انت مش حابه تحطي بتاع ده جل دريم، لو عندك يعني لون احمر حطي لون احمر، وتستغني مثلا عن الجل دريم اللي انت عاوزاه. زي ما انتوا شايفين كده بفرد بقى كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احطها في التلاجة لمدة ساعتين، وتطلعيها من التلاجة وتقطعيها، هيطلع معاكي تحفة جدا وهيطلع معاكي روعة اهو. زي ما انتوا شايفين كده بدهن طبعا دهنت كده المعلقة زيت، وبعدين افرد كده عشان اسويها علشان تديني شكل حلو اهو. زي ما انتوا شايفين كده هيطلع معاكي تحفة جدا وهيطلع معاكي روعة اهو يا قلبي. افضل ادهن بقى كده، وبعدين اروح كده ايه احطها في التلاجة لمدة ساعتين، وبعد الساعتين ما يعدوا اطلعها واقلبها واشيل طبعا الورق، يطلع معاكي تحفة جدا. هتقلبيها زي ما انا وريتكم في الفيديو من الاول، وتروحي قلبها وتطلعها يطلع معاكي تحفه. ادي شكل الملبن بجد تحفه جدا. وطبعا زي ما قلت لك السمك على حسب ما انت مع ايه محبات خير رفيع اللي انت عاوزاه. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش يا قلبي تدوسي لايك وتشتركي في القناه. باي باي.